طيب نروح لعلي الحسن، نقول لك يعطيك العافيه. في نفس النقطه اللي سالتها قلتها لعبد الرحمن، نقول لك هارد لك، لانه هي اليوم الجمهور النصر دائما يطمع في 3 نقاط دائما في كل مباريات، على تعودنا هذا الشيء، لكن اليوم تعثر جديد للنصر. ايش الاسباب يعني اللي في تعثر؟ تتقدم بعدين تتعادل وتتقدم مره ثانيه وتتعادل. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مثل ما قلت تعادل بطعم الخساره على ارضنا، وكنا مستحوذين على الملعب طول المباراه، لكن هذه الكوره نحاول نعدل الاخطاء اللي احنا عليها، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. في اخطاء فرديه اليوم شفناها كثير في ارضيه الملعب، نقدر نقول احد الاسباب اللي تسببت اليوم في التعادل. شيء طبيعي، الاخطاء هي اللي تخليك تستقبل الاجوال، لكن ان شاء الله شغالين عليها، والمشروع ان شاء الله شغالين عليه، ان شاء الله القادم افضل باذن الله. في ضغط عليكم كلاعبين؟ يمكن لو الفوز اليوم كان ريحكم، اعطاكم الريحيه بعد فوز الباطن، ترجع الان لدوامه الضغوطات لكم كلاعبين لازم تفوز في المباريات الجايه؟ لا والله احنا كلاعبين وكاداره وكجهاز فني مسكرين على روحنا كل الابواب، شغالين مع بعض، ان شاء الله القادم افضل باذن الله. خالد الشنيف كنا في بين الشوطين نتكلم، امتدح كثير علي الحسن، وذكر انه علي الحسن قاعد يقدم نفسه بصوره كبيره ومباراه كبيره قدمها الى ما طلعت. الحمد لله رب العالمين، هذا ما يجي الا بمجهود وشغل داخل وخارج الملعب، وان شاء الله اعد الجماهير النصراويه ان شاء الله بالقادم افضل باذن الله. شكرا، يعطيك العافيه. شكرا علي. شكرا علي الحسن، اللاعب اللي امتدحه كثير خالد الشنيف اليوم.